لما الشرطة وصلت، العربية برضو كانت لسه بتصطدم في السور بشكل متكرر، وفجأة العربية ولعت فيها النار، والراكبين اللي جوه العربية السواق وواحد تاني كان قاعد جنبه فضلوا قاعدين في مكانهم ومحدش منهم حاول يخرج. النار مسكت فيهم والعربية اتحرقت بالكامل وماتوا الاتنين جواها. في الوقت ده الحادثة دي كانت مجرد خبر غريب في الجرايد، شافوها على انها حادثة انتحار او حاجة مش مفهومة، لان ما كانش فيه وقتها اي علاقة ما بين حادثة العربية الغريبة دي وحادثة قتل مياكو. لكن بعد 7 سنين لما الشرطة اكتشفت ان يوشيهارو هو اللي قتل مياكو، الامور اتغيرت. اتضح ان السواق اللي كان في العربية دي كان يوشيهارو نفسه، والراكب اللي كان قاعد جنبه كانت والدته. الشهود اللي شافوا العربية اللي فضلت تخبط كل شوية في سور الطريق لحد ما ولعت قالوا ان العربية كانت بتتصرف كأنها مسكونة، او ان السواق ما كانش قادر يسيطر عليها. الناس بدأت تربط ما بين الحادثة دي وصوت المرأة اللي سمعوه في التقرير الإخباري اللي قال ده مؤلم جدا، ليه أنا بس لوحدي؟ وبدأوا يصدقوا إن شبح أو روح مياكو هي اللي كانت بتنتقم من يوشيهارو، وإنها هي اللي سيطرت على العربية وفضلت تخلي العربية تخبط كل شوية في سور الطريق لحد ما ولعت، علشان تفضل تعذب يوشيهارو قبل ما يموت محروق وتاخد حقها وتنتقم منه. ومش بس كده، وتخليه كمان يشوف أقرب الناس ليه وهي أمه اللي كانت قاعدة جنبه، يشوفها بتتعذب وتموت هي كمان محروقة معاه. بالرغم ان القصة دي فيها جزء كبير من الغموض، إلا ان الناس فضلوا مقتنعين ان ده كان انتقام روح مياكو من اللي قتلها.